حبايب قلبي الغاليين، ولسه مكملين الحلويات الجميلة بتاعت رمضان. يا رب دايما كل سنة مع بعض كده مكملين مع بعض، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل أحلى حلويات وأجمل حلويات، حلويات رقيقة كده وسهلة وبسيطة. شوفوا الجمال، شكلها تحفة وطعمها لا يقاوم. تحفة بجد بجد، تحفة تحفة تحفة. الله على الجمال. شوفي مقرمشة كده وجميلة وحلوة، والطعم لا يقاوم. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك الطريقة وتعتمديها على سفرتك دايما في رمضان. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. هنجيب طبعا الكبات اللي احنا عارفينها دي من عند مستلزمات الحلواني، دي بتاعت الكب كيك، او لو عندك الصينية دي بتاعت الكب كيك. يعني الواحدة بنص جنيه، مش سعرها رخيص يعني، مش غالي. هنجيب نص كيلو من الجلاش 500 جرام، وطبعا هنفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقسمها طبعا لجزئين، هنفردها كده بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو في منها متقطع معاكي ما تقلقيش، كله هيتلف وهيبقى زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردها بالشكل ده، فيها حتت طبعا متقطعة عادي، مفيش مشكلة، مفيش ان شاء الله حاجة هتوقفنا. فردتها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقسمها الى جزئين. اهي نفرد دي كمان عشان متنية كده. طبعا هعمل نص سادة ونص بالمكسرات، عشان عندي اللي بيحب المكسرات وعندي اللي بيحب السادة. طبعا لو اول مرة انتي جديدة معايا على القناة، انا اسمي اميرة المسلماني. وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعمينا باللايك الجميل بتاعك، ونتمنى ان كل اللي بعمله يكون بيعجبكم. نسمي الله ونقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قسمناها كده لجزئين. الجزء الاولاني انا هلفه يبقى سادة كده ما فيهوش اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. لفيته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تجيبي سكينة تكون حامية شوية اهو، نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالحجم اللي انتي تحبيه قطعي بيها. قطعته بالحجم ده، عايزة تقطعيه اصغر من كده مفيش مشكلة. ادي اخر واحدة اهو، نقطعها مع بعض كده. ده اللي هو السادة ما فيهوش اي حاجة. هنجيب طبعا الكب كيك اللي هو الصينية بتاعت الكب كيك، نحطها كده. ما مش هندهنها عادي، هي لسه هنحط عليها السمنة بتاعتنا. ادي قطعت اللي هو السادة. ونجيب بقى الجزء التاني من الجلاش، هنفرد عليه كده ده طبعا عايزة تحطيه مكسرات. ده طبعا الفستق الكداب. ده طبعا انا كنت عملته، مش عارفة معاكم نزلته في القناة ولا لأ. هنزل لكم ان شاء الله الطريقة بتاعة الفستق الكداب. هنلف الجلاش بتاعنا كده كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهنبدأ بقى برضو نقطعه واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اللي ما حطش اللايك الجميل بتاعه يحط لي اللايك، عشان كل جديد يوصلك مع أميرة المسلماني. اهو شوفي انا حطيتها هنا اهو بالشكل ده في الكب بتاعنا. ممكن تحطي 2، يعني الكب ياخد 2 لان هي حجمها صغير. لو انتي ما عندكيش برضو كبات، لان انا ما كانش عندي غير ال4 حبات دول الموجودين عندي، فحطيت 2 جنب بعض بالشكل ده، وبيستوى عادي، بياخدوا نفس التسوية. ما توقفيش نفسك. انا برضو لو عايزة تحطيهم في الكب برضو 2 مع بعض عادي، ما فيش مشكلة. طبعا انا ظبطت الفرن على 180 درجة مئوية علشان ياخد نفس التسوية واحدة، وما قعدش ربع ساعة في الفرن. دول طبعا انا اخدت كوباية من السمنة البلدي وسيحتها، وننزل عليه كده واحدة واحدة. طبعا انتوا شايفين ممكن تقولوا السمنة كتير عليه، هي مش كتير ولا حاجة. طبعا هو بياخد التحميرة بتاعته، وكل السمنة دي انا بصفيها. شوفوا ما شاء الله شكله جميل، وطلع لونه ذهبي وحلو قوي قوي. وعلى فكرة انا صفيت السمنة من عليه،
ونزلت كده بالشربات او القطر بتاعنا او الشيرة. طبعا ما نزلته الكمشة علشان انا نزلتها في الحلقتين اللي فاتوا بتاعت الكنافة. واللي معرفش ممكن احط له لينك القطر، او اللي عايز يعرف برضو انا دول 2 كوباية من السكر وكوباية وربع من المية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا. وشوفوا بقى الجمال والرقة، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا جدا جدا، خفيفة قوي قوي قوي، وان شاء الله تجربيها وهتعجبك. يعني حاجة بسيطة وحاجة سهلة وتغيير في اللي احنا بنعمله في الحلويات اللي احنا بنعملها. مش هتكلفك كتير، وان شاء الله هتجربيها وتعتمديها على سفرتك في رمضان. نسمي الله كده وندوق. بسم الله. طعمها لذيذ جدا، تحفة في منتهى الروعة. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في طبق جديد وفي يوم جديد، وكل سنة وأنتم طيبين. مع السلامة.